على كل غادي نتكلموا دابا على التشكيله. خوتي بالنسبه للتشكيله معضله، انديلام معضله. كيفاش معضله؟ انا دابا كندخل للعقل ديال معين الشعباني وكنفكر كيفاش يفكر معين الشعباني، وراه ماشي سهل اخوتي. باش نكون واقعي، انا كنعرف اللعابه دابا ونعرف الامكانيات والاصابات والمشاكل اللي عند بركان. راه ماشي سهل تختار التشكيله والتركيبه البشريه باش غادي تجيبها نيشان صعيب، تقدر تغلط في لو شوا ديالك. غير هو كاين شي مسائل باينين. مثلا الماتش اللي داز ديال الجيش الملكي، البحيري ما يلعبش تما في ذاك البوست. علاش؟ حيت تكلمنا عليه قبل ووضحنا وقلنا ودي راه البحيري كيدير اخطاء، كيدور بالكره وكيدير اخطاء، ودارها مع اسفي وعاود لها مع المغرب فاسي. يعني هذه خطا ديال المدرب. ماشي غتقول لي لا المدرب غلط، واه سي فري اللعاب غلط، ولكن المدرب لعبوا في واحد البلاصه اللي السيد يعاود لها ديما يدير نفس الخطا. فهمتني؟ انا مثلا كمحب للفريق البركاني ما عندي لا اناليز فيديو ولا والو، غير بالملاحظه بالعين المجرده. شنو قلت لكم انايا؟ قلتها لكم قبل، قلت لكم مور اسفيا ودي هذا السيد راه يدور بالكره وكذا، وهذا الشيء راه قديم عنده ماشي جديد، راه كان عنده هذه شحال نلاحظ على هذه الملاحظه وكذا. يعني هذه المسائل عنده، وجا هو ولعبوا في البوست نتاع السيس وقسم لا زون مع خيري. مع علم ان عبيد كان يلعب تما حسن في الماتشات اللي دازو. كان عبيد ملي كان البحيري ما كاينش، كان عبيد صراحه قام بماتشات مزيانه. فانا ما فهمتش علاش المدرب يعني اصر على انه يحطو في ذاك البوست هذاك. فهمتوا؟ مع السيد انه شد كره بزاف المرات وعاقوا به الخصوم ولاو يضغطوا عليه وعارفين الطريقه ديالو، يعني حافظينه. يعني هو نقدر نقول لكم انا نتاكد لكم بالملموس بانه اي مدرب دابا يلعب البركان اول نقطه كيشوفها كيشوف ياسين البحيري وكيحطو تما وكيقول لهم فوالا سو جوور اي ان بوين فابل دون لو ميليو دو بركان كونت يلزون لو بالون. هكا غادي يقول لهم مين يكون عندهم الكره لا بوسيسيون ديال البالون قريبه للديفونس، هذا الجوور اللي هو باغ اكزومبل ياسين البحيري سي ان بوين فابل، هذا نقطه الضعف. ضغطوا عليها كيديروا الضغط وشنو كيدير. شوفوا لاحظوا لي سيكونس تاع لي فيديو غادي يلعبوا عليه. مثلا عندك ان غارديان ما يخرجش الكره مزيان غادي يخدموا عليه. عندك ان ديفونسور باغ اكزومبل في دوك لي دو ديفونسور هو اللي ما كيخرجش الكره مزيان ويغلط في التمرير غادي يخدموا عليه. يعني راه داك الشيء قرا يا خوتي، راه توقع الكره راه فيها يعني حتى السلوك ديال اللعاب كتدرسو باش تعرف التوقع شنو كيدير. باغ اكزومبل مانويل نوير غلط مع ريال مدريد. علاش؟ هو حارس ممتاز، ولكن هو عنده اخطاء من هذا النوع، سبق له دار اخطاء. فالريال فاش كانوا يضغطوا كانوا يتوقعوا انه ممكن السيد يغلط في التمرير، فمشاو عمروا له الاخر شدوا كره مركاو بها. يعني ذاك الهدف ديال ريال مدريد اللي هو خطا من طرف الحارس هو اللي خلى ان يعني الريال تبقى في الماتش والبايرن يوقع لها مشكل وتحاول ترجع وكذا وكذا، وبالشخصيه ديالها قدرت يعني البايرن ترجع. ومع ذلك كانت الريال يتشادى معها مزيان الى حدود انه المدرب غلط. اش كنقول لكم لو شوا المدرب ديال ريال مدريد غلط. شنو دار؟ حيد ابراهيم دياز اللي كان كيعطي بعض الكرات لمبابي في العمق زوينين، يعني كان كيعطي كرات جيده، حيدو باش يخرج مثلا بيلينغهام اللي ما كانش باين مزيان. خرج فالفيردي من سميتو من وسط الميدان الدفاعي من السيس، ودخل كامافينغا. علاش؟ هو طمع، قال ودي غادي نلعب فالفيردي لقدام باش يقدر يتيري الى اخره. فكر في انه زعما يسجل، ولكن نسى بانه حيد واحد اللاعب مهم وجاب واحد اللاعب اللي ضعيف وكيدير مشاكل. فالوغ شنو وقع له؟ دا الحمراء وصدق ضيع الفرقه ديالو. غادي تقول لي ايوا اللاعب اللي ضيع، لا ماشي اللاعب، المدرب. اش كنقول لكم انا؟ البحيري المدرب، انا كنحمل المسؤوليه للمدرب في اختيار البحيري في ذاك البوست. اوكي دابا غادي نتكلم لكم على شنو هي التشكيله المناسبه باش تعرفوا. انا كنفكر في جميع الجوانب، كنفكر في لا ديفونس، كنفكر يعني في التامين الدفاعي، كنفكر في التنشيط الهجومي، وكنفكر حتى في طريقه الهجوم كيفاش غادي نهجموا. لان دابا المشكله خصك تفكر كيفاش تدافع ياك، وخصك تفكر كذلك كيفاش تهاجم. لان دابا الهجوم راه ماشي ساهل، صعيب، ما يمكنش تهجم بنامبورتو كي. بون كاينه واحد الخطه، نعطيكم جوج ديال الخطط وطبعا تقدر تغير شويه. اولا وقبل كل شيء كاين واحد الخطه دفاع ما عندناش البديل، قندوس ما عندناش شي حاجه اخرى. التروار عندنا، التروار عندنا سميتو عندنا كيقولوا له ساديل، ما عندناش البديل تما. الاريار دروا كان عندنا الطيبي بوخريس، ولكن المنعوت على ما سمعت راه جاهز، ولا كان جاهز المنعوت يبدا هو بكل صراحه. علاش؟ كاين اللي غادي يقول لك يبقى من بعد، لا حنا هذا الماتش ماشي ديال نبقى من بعد، راني خاسر بجوج لصفر اصاحبي. ما نخليش الجيش الملكي يثيقوا في راسهم ويلعبوا كره عاد انا ندخل تغييرات غلط.
هذه بعدا رساله للمعين الشعباني. السي الشعباني عندك تمشي تفكر تقول الاوراق ديالي حتى الشوط الثاني، راك تغلط. ادخل الاوراق ديالك في الاول، سجل، عاد تفكر في التغييرات. عندك تفكر تقول ايوا اللعب راه ما راكش تاع 0-0 راك خاصك ب2-0. يعني خص في الاول ترمي الاوراق ديالك من البدايه، الدقيقه الاولى الضغط. ما تقوليش انا مثلا المنعوت نقدر نلعبو وممكن راه جاهز ونخليه حتى الشوط الثاني، لا غلط. المنعوت خصو يلعب من الاول، اما راه مزيان غادي يلعب، ما كانش يدير تغيير غادي يدار تغيير. فهمتني كيفاش؟ يعني دابا كاين فرق ما بين تكون عندك 0-0 ولا 1-0 وما بين خاسر بجوج. خاسر بجوج راه الاوراق الهجوميه حطها من الاول. يعني خصك دير واحد لونطام دو ماتش اللي يكون زوين، يعني البدايه المباراه تكون مزيانه باش على اساس تماركي وديك الساعه تدخل في واحد الاجواء ايجابيه. ماشي انت عندك 2-0 وتبقى تستنى، غلط كبير. لو بقيت تستنى نقول لك الصراحه راه ما غادي دير والو. اذا انا نفضل المنعوت الا جاهز موجود يقد يلعب على حساب التدريب اللي راه يدير، يلعب المنعوت. علاش؟ انا المنعوت نحتاجو في لانيماسيون اوفونسيف، نحتاجو في الشق الهجومي. كاين واحد الخطه نلعب بساديل اللي ما غاديش طلعش بطبيعه الحال، هو ما غاديش يطلع. ركز انا على جهه المنعوت، ساديل ما يطلعش، عندي العسال والاخر والقندوس، والمنعوت يطلع في ديك الجهه. مثلا لا قبل نهضروا على الوسط غادي ندير خيري وعابد، هادو اللي مزيانين في ذاك البوست. وفي العشرة نقدر ندير مثلا في العشرة ندير مشاش ولا البحيري. اسمع، البحيري نقدر نديرو 10 ماشي مشكل، ندير مشاش ولا البحيري. الجناح الايسر الشويعر، الايمن مهري، والتسعه بول فالير. هذه طريقه. كاين طريقه اخرى اللي ممكن حتى هي تكون مزيانه. شنو هي هذه الطريقه؟ الدفاع غادي يبقى هو مع وجود المنعوت. وسط الميدان غادي نخلي العبيد وخيري. في العشرة ندير الشويعر. سمع مزيان، حتى الشويعر في العشرة واعر، يعني كيكون يتحرك مزيان وكيكون قريب للكاري 18 كذا واعر. في العشرة ندير الشويعر. الجناح ايسر رد مهري على اليسر، واليمين ندير بول فالير. وفي التسعه ندير يونس الكعبي. علاش؟ غادي نقول لكم علاش. والمنعوت غادي هو اللي يبقى يعطي الكرات سميتو بول فالير، يعني باش يلعب ديك الجهه تنشط اليمنيه، والجهه اليسريه راه فيها الشويعر بوحدو يقضي الغرض، واخا ما يطلعش معاه الظهير الايسر. الشويعر اذا لا، الشويعر غادي يكون في الوسط، المهري يعني يكون الشويعري والمهري عفوا، المهري غادي يكون على اليسار والشويعر معاه. فعلاش انا غادي نختار هذه الطريقه؟ بون نورمالمون يكون المليوي هو اللي يلعب التسعه، ولكن نظرا لان المليوي غير جاهز ما عنديش شي حلول. دونك غادي نلعب بالجناح بول فالير لان ما عندوش اجنحه مزيانه صراحه على اليمين، والشويعري يلعب على الاخر ماشي مهري يلعب على اليسار، وندير الكعبي. ولكن على اساس شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها انه من يطلع المنعوت على الجهه اليمنى، بول فالير يجليسي اما في انصاف المساحات دومي اسباس، ولا يدخل داخل كاري 18 باش تكون الزياده العدديه عند رفع الكره. فهمتوا كيفاش؟ لحقاش انا شنو خصني ندير؟ تو دابور جو دوا شيرشي، يعني اما ندخل ادروات بالجناح ولا ندخل اغوش بالجناح. سور اي سيغتان المدرب ديال الجيش الملكي غادي يلعب الدفاع، باش نقولها لكم مدرك، غادي يلعب على الدفاع. دونك غادي يسد المنافذ. الوغ هنا شنو الحل؟ بون كاين بزاف ديال الطرق باش انني نخترق الخصم. يعني كاين اولا نمشي على الجهه اليمنيه، غادي يكون عندي منعوت وبول فالير. نمشي على الجهه اليسريه يكون تما مهري، يقدر يدخل معاه الشويعري يعاونو شويه، يجلسي الشويعر منا مره يجلسي منا. دونك غادي نبقى نحاول نمشي، غادي يسدوا عليا مثلا، غادي يسدوا عليا مزيان الجهتين، يعني الاطراف الاجنحه. حنا القوه ديالنا في الاجنحه. كاين الشويعر اللي عنده الميزه ديال التمرير في الانترفال، البينيات في العمق، هذيك عاود مزيانه نعطي لهم. يقدر باغ اكزومبل يطلبها يونس الكعبي، ولا مثلا كيقولوا له بول فالير في الجناح ويدخل للعمق حتى هو نجلسي له شي كره في العمق. غادي نبقى نشوش عليهم، يعني غادي نبقى مره بول فالير يدخل للعمق، ما يبقاش هو واخا جناح غادي يبقى يدخل للعمق. دونك كاين هذه الطريقه بالاضافه. يعني شوف غادي جو في اسيي تنويع اللاعب، جو في اسيي انني نمشي باليمين، نمشي باليسار، نمشي بالانترفال في العمق، يعني بالمحور بلاكس. وكاين قضيه اخرى جو في اسيي اوسي انني نرفع الكرات يعني عرضيات تجاه كاري 18. كيفاش غادي ندير؟ غادي نلعب يعني لو بلون دو جو ديالي يعني اللي نبنيه على المنعوت، يعني كذا هادي باسي نوجد نفرش الكره للمنعوت غادي يضربها. ديك الساعه غادي يكون بول فالير يدخل للعمق، تماك الكعبي تماك المهري حتى هو غادي يجي من اليسار، ويقدر حتى الشويعري يزيد شويه يدخل في يعني شويه يقرب. وديك الساعه تيقدر مثلا خير يكون في الدوزيام بالون كذا، يعني بمعنى انني ندير تنويع الهجمات. ونعطيكم كما نقولوا اليقين بان التبركان بهذه الطريقه غادي يسجل. الا دار هاد لا فاصون تاع اللعب يسجل. سي فري يونس الكعبي كيضيع بزاف، ولكن هذه حنا غادي نحتاجو غير تكتيكيا، غير باش على اساس اننا نستغلوا بول فالير اللي منو يبقى يدخل. هذا هو الهدف.
لانه بعض المرات راه كاين اللعاب اللي ما يسجلش ولكن تاكتيكمون يقدر ينفعك في شي ماتش. نعطيكم مثال باش تفهموني. بايرن ميونخ، شفتوا الهدف ديال اريكين؟ اللي تفرج اللي شاف الهدف ديال اريكين يكتب لنا شي اشاره باش نوضح لكم شنو هو التاكتيك. اريكين سجل الهدف، ولكن الا لاحظتوا مزيان شنو وقع. لويس دياز كان جناح، كان يحضيه ارنولد واحد اللقطه كان مع لويس دياز حداه. شنو دار لويس دياز؟ دخل في العمق عند المدافعين. مين دخل عند المدافع يعني الكات دخل عند المدافع، شنو دار المدافع؟ كره كانت جايه ملهي، المدافع مشى عند لويس دياز، تبع لويس دياز، صدق اريكين بوحده. يعني وشنو دار سميتو لويس دياز؟ سحب المدافع، واصلا ارنولد راه بعيد. صدق شنو وقع؟ صدق اريكين بقى بوحدو ليبر يعني لحقاش هو الاخر توقع ان مشى عند لويس دياز مشى تبعو، رانا اريكين بقى واقف، جات عنده شدها بشويه سجلها. صافي دير كو راه شكون اللي ساهم في الهدف؟ لويس دياز، لان بسببه لو كان ما تحركش ما غاديش يكون اريكين ليبر، غادي يكون مراقب وما غاديش يقدر يسجل. دونك اسمع مزيان، يعني انا كنقول لك مثلا الا لعبت بول فالير في الجهه اليمنى الهدف، والكعبي مثلا واخا هو حنا ما مقتنعينش به، ولكن الهدف انه الكعبي يشوش عليهم يمرضهم ويدخل يعاونه، ولا مثلا المهدي تا هو يجلسي في العمق. فهمتوا كيفاش؟ يعني حنا كنلعبوا ولكن مره يجلسوا في العمق، لان غادي يبقاو نلعبوا بالاجنحه بارفوا نسونطريو للعمق، بارفوا نرميو كرات بينيه بوجود الشواع. فهمتوا؟ ولا مثلا يلعب مشاش تا مشاش عنده مع ديك البينيات، الا لعب جناح الشويعر ومشاش في وسط الميدان هجومي، مشاش تا هو كيبني دوك البينيات. دونك هذا هو لا فاصون باش نهجم. غادي تسولني على الدفاع. تنشيط الدفاع يا خوتي الاساس ديالو هو الجرا والقتاليه، يعني هذا هو الاساس رقم واحد ديال الدفاع، حيت الدفاع كيبغي الجرا والقتاليه والارتداد الدفاعي، ما يسمى بالارتداد الدفاعي، يعني ترجع دغيا لبلاصتك. وكاين واحد المساله اخرى سميتها الضغط العكسي. باغ اكزومبل انا راني داير بلوك او راني نهجم عليهم وكذا وشاد الكره، وقع واحد الخطا في التمرير، حيدوا لي كره، تما كيكون الضغط العكسي، في الساعه نمشيو نبلعوا على حامل الكره، يعني ما نخليهمش يخرجوا كره. هي ماشي سهله، صعيبه، ولكن حنا خصنا نخدموها. يعني هذاك الشيء علاش قلت لكم المدرب خصو يخدم، خصو يشتغل، حيت الكرات القدم الحديثه ما بقاتش ديك الكره السهله ديال ان ديسبوزيتيف تاكتيك تحط 4-4-2 تقول لهم انت شد هنايا ساهله سامبل. راه ولات معقده شويه الكره ديال اليوم، ولات فيها لي زيسباس، خدم هنا وجري هنا باش تطلب الكره، وفيها واحد الحركات كثيره باش توصل لهذيك العمليه. راه الكره الحديثه والمتطوره راه فيها شيء كما كنقولوا عمليات دي زوبيراسيون كتوقع في التيران قبل ما نوصل لهذيك الهدف اللي راني باغي ندير، ديك الطريقه اللي باغي نديرها انايا. يعني مثلا راني باغي كيقولوا له باغي منعوتي سونطري كره، راني شحال وانا نخدم عليها، راني ماشي على اليسر وراني ماشي منه، وراني نبني لهم ونخطط لهم، وراني نوجد ونفرش واحد المساحه للمنعوت باش يشدها في واحد البوزيسيون زينه عادي يسونطريها. هادشي كامل راني نديرو، كندور كره تما، الهدف ديالها باش نعطي المنعوت يسونطري. فهمتوا؟ ولا الهدف ديالها كنفرش لواحد اللعاب باش يتيري باش يسدد، ولا الهدف ديالها نخوي لي سباس لواحد اللعاب باش انه يمشي مزيان. نعطيكم مثال باش تفهموني. لامين يامال مع اتلتيكو مدريد في الماتش الاول ديال الي، شنو كان يدير المدرب هو راه لامين يامال هو القوه ديالو الهجوميه الضاربه، كان كيمشي يهجم على اليسار ماشي على الجهه ديال لامين يامال، كان يجلسي على اليسار راشفورد، كان يجلسي وكذا منه اتلتيكو مدريد لاهيين معاه باش لامين يامال يكون عنده شويه لا ليبرتي، يقرب الكاري دي زويت يرمي الكره وكذا يشكل الخطوره. وفعلا في المباراه ديال الي شكل خطوره لامين يامال على الاتلتيكو مدريد، شكل خطوره كبيره. ولكن في الروتور لا، شنو وقع؟ في الروتور المدرب ديال اتلتيكو مدريد شنو دار؟ يعني واحد اللقطه لعب بواحد الطريقه بعدا مختلفه، ما لعبش ب 4-4-2 ابلا ورجع للور، ما لعبش بلوك با، لانه بلوك با غادي يخلي لامين يامال قريب. وشنو دار هو؟ لعب تقريبا 3-4-3 وكذا، وكان يضغط في وسط الميدان وعمر العمق، لانه كان البارسا كتلعب على العمق، ما لعبتش سميتو كيقولوا له ليفاندوفسكي وما لعبتش كذا، لعبت على العمق فيران توريس كذا، كتلعب على العمق. ولكن هي راه كتستنى، هي لعب، شوف البارسا كان عندها جوج ديال الحلول، تلعب على العمق ولا الجناح ديال لامين يامال. هو شنو دار؟ هو بلع العمق، ولامين يامال كان يخليه بعيد، كان يشد الكره بعيد. مثلا لامين يامال ما كانش يشدها حدا كاري دي زويت، كان يشدها بعيد. ولامين يامال فيه واحد الطبيعه، من يشد الكره كيبغي يدريبلي، يبغي يراوغ، الوغ كان بعيد، من يشد الكره كيبغي يراوغ. شنو وقع؟ كان بقى يبغي يراوغ مثلا بعيد، في التالي لامين يامال طفى الشوط الثاني، لامين يامال ما شفناهش كاع،
هادشي كامل راه المدرب اخوتي. ياك ما حسابكم لامين يامال ولا ضعيف غير هكذا بدون سبب. راه المدرب سيميوني راه هو اللي قراه وعرف شنو يدير له، والخطه اللي طبقها كانت واعره باش تفهموا بلي راه المدربين ذكيين. كيدير واحد البلون يعني باش انه يلعب على واحد النقطه معينه، راه كيخدم خدمه كبيره من اجل واحد الحاجه، باش انه البوان فور ديال الخصم يحيدو ولا البوان فابل ديال الخصم يلعب عليه. فهمت؟ دابا انت خصك تلعب على لي بوان فور ديالك انت ولي بوان فابل ديال الخصم. انا مثلا عندي الشويعر لعاب كويس، خصني كيفاش نخدم عليه انني نفرش له انه يشد كره قريب الكاري دي زويت، لانه الشويعر قدام الكاري دي زويت واعر بزاف، يقدر يراوغ جوج ثلاثه ويتيري بالشبكه. بمعنى خصني ما نخليش الشويعر يشد كره بعيد. الا مشى مثلا الشويعر كيشد كره بعيد غلط، ما عنده حتى شي فائده. الشويعر قوته يكون قريب الكاري دي زويت، الا كان قريب الكاري دي زويت الخطوره. فهمت كيفاش؟ عاوتاني انا مثلا الفحلي وحمودان خصني نخليهم بعاد على الكاري دي زويت. مثلا الفحلي الا شد كره بعيد على الكاري دي زويت ما عنده ما يدير بها، غادي يجي ليه. ولكن الفحلي فين واعر؟ الفحلي واعر الا كان يعني اسمحوا لي، الفحلي فين واعر؟ شوفوا التوقيت.